بقول لحضرتك ايه؟ مش رجولة ابدا انك تستغل واحدة بتحبك. مش رجولة ابدا انك تطلب منها حاجات غلط وحرام عشان انت متأكد انها بتحبك. مش رجولة ابدا تضحك عليها باسم الحب لمجرد انك عرفت انها ساذجة وغلبانة ومصدقاك. خلي بالك، كما تدين تدان، والدنيا دوارة، واللي هتعمله النهاردة هيترد لك بكرة اضعاف مضاعفة. وما تفرحش لنفسك، ربنا شايفك ومطلع عليك، ومطلع على نيتك الوحشة. ربنا عارف انت بتعمل ايه وعايز منها ايه، وحق اي واحدة انت استغليت حبها ليك هيرجع، وهتاخده منك تالت ومتلت. الله العادل ما يرضاش ابدا بالظلم لعباده، ولا بالضرر ولا بالخداع ولا الاستغلال. وانتي فوقي لنفسك. مش كل واحد قالك كلمتين حلوين وحلف لك بأيمانات الله انه ما يقدرش يعيش من غيرك تصدقيه وتجري وراه، تسمحي له انه يستغل مشاعرك وحبك ليه. ما تتغريش بجمال البدايات. انت مش فاهمه خطوره اللي انت بتعمليه في نفسك، ولا هيوديكي لفين والله. لا بعد كده هتنامي معيطه وقلبك هيتفطر من الالم والحسره على نفسك. لازم تفهمي ان مش هي دي الطريقه اللي هتخليكي تتجوزي. نصيبك هيسيبك، ربنا شايلهولك عنده. اتقي الله في نفسك وفي اهلك وادعي. ادعي لربنا انه يرزقك بابن الحلال اللي يصونك ويحافظ عليكي. خليكي من اللي ربنا قال عليهم في آياته الكريمة: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. صدق الله العظيم. استقيموا يرحمكم الله. لو استفدت من الفيديو اعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد وانت تاخد الأجر والثواب. بحبكم في الله. هدية محمود.